السلام عليكم أعزائي الطلاب. أدعو من الله أن تكونون بخير دائما. سنواصل الدروس ودرسنا اليوم نحل التمارين. في درس السابق كانت موضوعنا ازرع ولا تقطع. قمت بشرحها وحل التمارين، والآن فقط نحل التمارين المتبقية في الوحدة الخامسة. نعم، وفي الدرس الرابع من الوحدة الخامسة أحل التمرين 29. ضع كل من العبارات الآتية في العمود المناسب. كما ترون الكلمات والعبارات أمامكم. بين الأغصان بضعة أيام ذات يوم داخل المزرعة، بينما كان في هذا الوقت لما سمع، وسط الأشجار عندما حاول. ولدينا العبارات الدالة على الزمان والعبارات الدالة على المكان، يعني أو شانويان أو ديراني كبيوندي با كاتوهي وواني كبيوندي با شوينوهي. بينما كان وبضعة أيام ذات يوم في هذا الوقت لما سمع، عندما حاول، كلها تدل على الزمان. والعبارات الدالة على المكان بين الأغصان داخل المزرعة وسط الأشجار كلها تدل على المكان. والتمرين الأول أيضا صغ فعل الأمر من الفعل المضارع متبعا المثال. في الكتاب مثال، ونحن نحل التمارين مثل الأول. يزرع فعل المضارع نصوغ منه الفعل الأمر ازرع. يقطع اقطع. يطلع اطلع. يكسل اكسل. يجلس اجلس. يجمع اجمع. كيف نصوغ الفعل المضارع أو فعل الأمر من المضارع؟ قمت بشرحها في داخل الصف، وهنا تكرار. فقد نحذف اللاصقة المضارع الياء والضمة في الآخر نضعها السكونة. التمرين الثاني أكمل تصريف الأفعال الأمر متبعا المثال. وهنا أيضا مثال مع أنت أنت أنتما أنتم أنتن مع الضمائر. نصرف الأفعال مع الضمائر أو بحسب الضمائر. بحث ابحث. ابحثي أنت ابحثي أنتما ابحثا أنتم ابحثوا أنتن ابحثنا. أوانا دينا وكانن تيان لدكين أو كارانا كاري داخوازيا تصري صرفي دكين لقر دينا وكان. وكو ابحث بحث يعني قرأ، ابحث يعني بقري. دبو كرتاتشي كرتشيا لبو تاتشي كتشيا لبو دوانا. أنتم جمع مذكر سالم كوي كرانا. أنتنا جمع مؤنث سالم كوي كتانا. خجلة خجل خجلي خجلا خجلو خجلنا. ذكر اذكر اذكري اذكرا اذكروا اذكرنا. كسر اكسر اكسري اكسرا اكسروا اكسرنا. ذهب اذهب اذهبي اذهبا اذهبوا اذهبنا. حمل احمل احملي احملا احملوا احملنا. أحل التمرين الثالث. حول المفردات الآتية إلى جمع المذكر سالم متبعا المثال. كما ترون أمامكم مفرد مضموم الآخر وجمع مذكر سالم مع لاصق الواو والنون في حالة الرفع. ومفرد مفتوح الآخر أو مكسور الآخر مع لاصقة التنوين. جمع المذكر السالم مع لاصقة ياء والنون في حالتين النصب والجر. نصوغ من الاسم المفردة جمع المذكر سالم في حالة رفع ونصب والإفراد. جالس كما ترون أمامكم جالسون جالسا في حالة مفرده تنوين النصب، وجالس تنوين الكسر. جالسين في حالة النصب والجر. عامل عامل عاملون عاملا عامل عاملين.
متقدم، متقدمون، متقدما، متقدمين، متقدمين. مصلح، مصلحون، مصلحا، مصلحين. وفي حالة النصب والجر في حالة جمع مذكر سالم مصلحين الياء والنون. سائر، سائرون، سائرا، سائر، سائرين. مستخدم، مستخدمون، مستخدما، مستخدمين، مستخدمون. كنت أتمنى أن أحله في داخل الصف، ربما كان أوضح من هذا، ولكن ما نستطيع أن نوضحه هكذا. في التمرين الرابع حول ما تحته خط إلى جمع المذكر سالم متبعا المثال، فقد نغير ما تحته خط. قطف الفلاح ثمار وباعها للعابر. محلول هنا قطف الفلاحون الثمار وباعوها للعابرين. هنا الفلاحون الواو والنون صغن منه جمع المذكر سالم بواسطة الواو والنون في حالة الرفع. وللعابرين لأن ما قبلها لام الجر، وللعابرين الياء والنون في حالة الجر. الثاني اشترى المزارع أرضا من المالك. اشترى المزارعون أرضا من المالكين. شاهدت في الكرم فلاحا نشيطا. شاهدت في الكرم فلاحين نشيطين. جلس المتنزه على صخرة في البستان. جلس المتنزهون على صخرة في البستان. النون لم يكن واضحا وأنتم ضعوا النون في الأخير. يستخرج العامل الزيت من حبات الزيتون. يستخرج العاملون الزيت. وأكملوا التالي. التمرين الخامس اضبط بشكل آخر المبتدأ والخبر في الجمل الآتية متبعا المثال. كما ترون أمامكم العلم مفيد. هنا مرفوع، وتكرارا شرحتها لكم الجملة الاسمية والجملة الفعلية. قلنا الجملة الاسمية تبدأ بالمبتدأ وبعدها تأتي الخبر. الضمة هنا وتنوين الضم في مفيد. الحاويات نضع ضمة، كبيرة نضع التنوين. الشارع أيضا الضمة، نظيف التنوين الضم. الثمر لذيذ، الفكرة ممتاز، التمر غذاء كامل، الصنوبر دائم خضرتي. نعم، وفي الدرس القادم أيضا نحل التمارين بإذن الله، وأتمنى لكم السعادة والخير والصحة، وإلى اللقاء إلى الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.